لو انت من الناس اللي متعوده تغير جنوط للعربيه وبتركب جنوط ممكن تكون مقاساتها مش متوافقه مع العربيه، او ممكن تكون بتركب جنوط مش هي الستوك بتاعه العربيه، فخلي بالك ده هيعمل لك مشاكل في العفش او السسبنشن بتاع العربيه، لان وزن الجنط بيبقى محسوب بالجرام ومعمول حسابه في العفشه بتاعه العربيه. تخيل بقى انت ممكن تركب جنط وزنه اخف بس برضه يعمل لك مشاكل، وده علشان مركز الثقل بتاعه مختلف عن اللي العربيه متصممه عليه. وده بالظبط نفس نظريه المسافه والقوه والعزم كده. يعني بالبلدي كده لو خرجت الجنط لبره شويه او ركبت جنط مركز الثقل بتاعه بره شويه واكبر من الحد المسموح بيه، ده بيزود العزم والقوه على كل المنظومه اللي ماسكه الكاوتش ده، من اول البلي بتاع العجل لحد المساعدين والجلب والمقصات. فعشان كده نصيحه مني ليك، لو بتحب تعدل وتلعب في عربيتك ادرس التعديل ده صح، او على الاقل ركب الحاجه اللي بتنزل في عربيتك ستوك بس في فئات اعلى علشان تخرج نفسك من القصه دي، ولو انك مش هتخرج منها برضو لان هي ساعات برضو بتعمل مشاكل. اكتب لي بقى في الكومنتات لو المشكله دي كانت حصلت معاك قبل كده وعرفت سببها ولا لا.